إذا حسب تقارير إعلامية سعودية وأيضا ضباط عراقيين بدأت قوة من هيئة الحشد الشعبي منذ يوم السبت الماضي مناورات عسكرية وتدريبات على الصواريخ والمدافع والراجمات في الصحراء الجنوبية للأنبار غرب العراق، والتي تربط هذه المنطقة بكربلاء والنجف جنوبا وصولا إلى مسافات قريبة من الحدود مع السعودية. أما موقع الحشد الشعبي الرسمي وحسب بيان صادر عنه فقد أشار إلى تواجده في المنطقة الصحراوية لإحباط محاولة عناصر تنظيم داعش بالتسلل إلى محافظة النجف وكربلاء عبر صحراء النخيب. كيف نقرأ وجود الحشد الشعبي في هذه المنطقة؟ كيف نقرأ القلق والتوجس السعودي منه؟ وما الرسائل من هذا التحرك العسكري في صحراء الأنبار الخارجة كما يقال عن سيطرة القوات الأمنية العراقية؟ ضيوفي في النقاش، أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي السيد عامر الموسوي، يا هلا بك. أرحب أيضا بضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواص، وأيضا معنا عبر الهاتف مداخلة من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي السعودي السيد إبراهيم آل مرعي. يا هلا بكم جميعا. أبدأ هذا النقاش معك ضيفي في الاستوديو سيد عامر الموسوي. في أي إطار، لكي نوضح أكثر الفكرة، في أي إطار تندرج هذه المناورات العسكرية لقوات من الحشد الشعبي، وما الهدف الرئيسي منها على الأقل رسميا كما تقول الحكومة العراقية؟ أعتقد أن التسمية لكي تكون صحيحة هي ليست بمناورات، ولكن الحشد الشعبي كان موجودا ومنذ زمان بعيد في المنطقة التي موجودة قرب كربلاء، منطقة النخيب في على الصحراء، طرف الصحراء الغربية باتجاه الحدود السعودية العراقية. يعني هو تضخيم إعلامي أنا أراه في وسائل الإعلام السعودية، الغاية منه إثارة الرأي العام تجاه الحشد الشعبي على أساس أنه قد يكون قوات معتدية على بلد جار، ولكن علينا أن لا ننسى بأن من السعودية يعني أعضاء تنظيم داعش، السعودية تعتبر البلد رقم 2 بتصدير الإرهابيين من داعش. ولا ننسى أن هذه الحدود هي ممسوكة أصلا من قبل الجانب السعودي. هنالك جدار أمني كبير محاط بكاميرات حرارية وبأسلاك شائكة، لا يمكن حتى للرعاة أن يعبروا الحدود. ولكن عامر، نقطتين رئيسيتان. النقطة الأولى، يعني إذا كان الحشد الشعبي يتواجد في هذه المنطقة منذ فترة، الآن لماذا هذا التحرك العسكري الزائد عن حده عما كان من قبل؟ لأننا نتحدث هنا عن تحرك عسكري يعني بالذخائر الحية، نتحدث هنا يعني حتى تم تأكيد هذا الأمر من وزارة الداخلية العراقية. هذا أولا. وثانيا، يعني لضبط، كما قال الحشد الشعبي في بيان له، لضبط عناصر تنظيم داعش، هم يأتون من أين؟ تقصد من الحدود السعودية؟ من أين يأتون هؤلاء؟ أولا فقط لنوضح ما قلته. لنوضح الجانب العسكري بالأمر. لماذا التوقيت؟ لماذا هذا التحرك العسكري اليوم؟ قبل 3 أيام حدث خرق أمني في إحدى نقاط السيطرات الموجودة في محافظة النجف. هذه المحافظة التي تنعم بالأمن. هنالك أعضاء من داعش قاموا بتفجير نقطة التفتيش، وهنالك آخرون كانوا يعني خلايا نائمة موجودة في النجف. التنظيم يحاول اليوم عطفا على معركة الموصل يحاول أن يفتح جبهات أخرى، وحتى يفتحها بالعمق المحافظات التي تنعم بنوع ما من الأمن لكي يخفف الضغط عليه. الحشد الشعبي يقوم بدور نظير للجيش العراقي. الجيش العراقي مشغول بمعركة الموصل، كل الطاقات العسكرية اليوم مجهزة في اتجاه الموصل ومحيطها، والحشد الشعبي يقوم بهذه الواجبات التي تحمي المراقد المقدسة بالنسبة للشيعة في النجف وكربلاء. أخذ برأي الدكتور إبراهيم المرعي. يا هلا بك معي دكتور. كيف تنظر المملكة إلى هذه المناورات العسكرية، أو كما قال ضيفه ليست بمناورات عسكرية بل هي مجرد يعني وجود عادي؟ كان الحشد موجود منذ فترة، هذه ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها في هذه المنطقة. أريد أيضا قراءتك وتعليقك، لماذا هذا القلق إذن السعودي إذا كانت الأمور جدا طبيعية إلى هذا الحد والمملكة تحمي حدودها بالأساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أختي الكريمة وأحيي المشاهدين الكرام. يا سيدتي، المملكة العربية السعودية تابعت منذ الإعلان عن تأسيس الحشد الشعبي، ورأت ممارسات هذا الحشد
في كثير من المواقع التي دخلها وسيطر عليها في الداخل العراقي، ورأت أنه يقوم بتنفيذ أجندة لا تخدم المصالح الوطنية العراقية وإنما تخدم الأهداف الإيرانية. وللأسف ونحن نقول الآن أن العراق لا تملك قرارها وإنما توظف من قبل إيران لخدمة المصالح الإيرانية، وستنعكس سلبا في المستقبل القريب والبعيد لصالح إيران على حساب الشعب العراقي. النقطة الأخرى، نحن نعتقد أن الحشد الشعبي، وصرح بذلك معالي وزير الخارجية عبد الجبيد، أنه الوجه الآخر لداعش. إذا كان داعش تنظيم إرهابي، فنحن نرى الحشد الشعبي تنظيم إرهابي، ولكنه يعمل تحت المظلة الحكومية. من هنا السؤال، يعني هو يعمل الآن تحت المظلة الحكومية العراقية، وهو جزء الآن من الجيش، المؤسسة العسكرية العراقية. هناك قانون الحشد. دعيني أكمل يا سيدتي الكريمة، وهنا يأتي التعقيد ويأتي خطورة الموقف. عندما نرى الحشد الشعبي الذي بني على أساس طائفي لاستهداف السنة في العراق، ولاستهداف الوحدة العراقية، ولاستهداف الأمن القومي العربي، ثم نرى يا سيدتي هذا الحشد الشعبي يقوم بمناورات على الحدود السعودية، لا يمكن أن ننظر إليها إلا بقلق بالغ. ونحن نحمل هذه المناورات ضمن إطار التهديد للأمن الوطني السعودي والخليجي. سيتم التعامل معها بصرامة وجدية، لا ننظر إليها كمناورات عادية. يا سيدتي الكريمة، نقطة أخرى، عندما نقول أن الحشد الشعبي أصبح جزء من القوات العراقية، هنا تكمن الخطورة. عندما يكون هناك تأسيس لتنظيم إرهابي ثم يعطى إطار حكومي وقانوني. السيد في الاستوديو عندما ذكر، دعيني أكمل يا سيدتي الكريمة، من حقي عليك أن تعطيني فقط 30 ثانية. ما أنا أعطيك الكلام، يعني أعطيك الوقت كاملا، ولكن أريد أن أكسب الوقت لكي أسألك أسئلة أخرى. تفضل. فقط 30 ثانية. عندما نرى الأخ في الاستوديو يتحدث عن أن المملكة العربية السعودية هي الثاني في تصدير الإرهاب ودعم داعش، السؤال الذي يطرحه العالم أجمع: لماذا داعش لم يستهدف إيران ولم يستهدف العراق أو ولا يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو يستهدف إسرائيل؟ بسبب أن إيران لديها منظومة أمنية قوية قادرة على رد الاعتداءات الخارجية بكل بساطة. دعني أكمل يا سيدي، يعني عفوا إن قاطعتك إن سمحت لي. ما هو أن يصف منظمة الحشد الشعبي بالإرهاب، يعني هذه لا يمكن مقارنتها، والمقارنة هي جريمة بحق المشاهدين. سأعود إليك. تفضل سيد المرعي، ولكن أريد أن أسألك لأننا يعني نطيل أيضا الكلام والوقت على الدكتور قواس. فقط للمشاهد الكريم، كل 12 يوم في 2015 كل 12 يوم نفذت عملية من قبل داعش في المملكة العربية السعودية. لذلك نحن نقول وبكل وضوح وصراحة أن داعش هو صناعة إيرانية سورية برعاية دولية. دكتور المرعي، وليست دكتور المرعي، حضرتك تحدثت عن المناورات وأن المملكة ستتعامل معها، هذا هو الموضوع الأساسي لي. كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية مع هذه المناورات التي تراها تهديد وجود الحشد على حدودها؟ وهل من تنسيق مع الحكومة العراقية؟ يعني أرجو أن تلتزم معي بالوقت. طيب، الحكومة العراقية نأمل أن تستعيد قرارها. أولا أن تعيد قرارها، بدل أن يكون في طهران أن يتم استعادته ليبقى في بغداد. 1. 2. المملكة العربية السعودية نفذت قبل عدة سنوات تمرين سمي بسيف عبد الله للتعامل مع تهديدات على 3 جبهات مختلفة في البحرين وعلى الحدود العراقية وفي اليمن. ولذلك نحن نقول هذا التمرين أهل القوات السعودية وقوات الجزيرة للتعامل مع التهديد. كيف ذلك؟ عند اقتراب هذا الميليشيات الإرهابية الطائفية من الحدود السعودية سيتم التعامل معها بقوة عسكرية، وهذه رسالة واضحة يجب أن تكون معلومة لدى صانع القرار في بغداد. يجب أن يعي صانع القرار في بغداد وأن لا يترك إيران توظف العراق ولأول مرة في تاريخ البشرية
كانت توظف ميليشيات، والآن تريد أن توظف دولة. إذن سيكون هناك رد. سيكون هناك رد. نعم. الدول العربية بلا شك رد حازم وقوي وصائب. شكرا لك الدكتور إبراهيم المرعي على هذه المداخلة. أردنا يعني رأي خبير استراتيجي. إذن السعودية قلقة. سأعود إليك عامر. بس لدي الحق على الأقل لكي أرد عليه. يعني تفضل. سأعطيك الحق فقط لأن أطلنا كثيرا على الدكتور قواس. دكتور قواس،